ماما؟ ايوه ماما. فاكراني هستعر منك؟ ده انت تشرفي بلد بحالها. العسلية دي هي اللي ربتني، والكوش كده هو اللي صرف عليا، وانا فخور بيها اكتر من اي حاجه في الدنيا. فيفي ربنا يخليكي. ابني. طيب ايه؟ طب انا هجيب 2 حاجه ساقعه. اهلا بيك يا طنط. اهلا يا روح قلب طنط. يا هجيب لي كرسي حالا. يا عطا أيوة كرسي يا ست بسرعه، عسلية. كرسي بسرعه. نايم. هم. يا اهلا وسهلا يا اهلا. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي يا حبيبتي. يا الف اهلا وسهلا. ما شاء الله يا اختي، اللهم صل على النبي. يا حمزه تعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بعد روح انت. كده برضه عسليه؟ بتنكري نفسك قدامنا؟ انا بس ما حبيتش احرجك قدامها. انا ما بكدبش على حد، اللي عاوز يعرفني على كده اهلا وسهلا، واللي مش عاوز هو حر. لو عايروك بيا بقى في يوم يبقوا بهايم وما يستاهلوش ان انا اعرفهم اساسا. واحده زيك قدرت تكبر وتعلم وهي ما عندهاش اي حاجه. انت اللي زيك لازم يتعمل لهم تمثال، وكل الناس دي يتعلموا منها. ربنا يخليك ليا. ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك. طب انا هروح لها بقى. روح روح. خد دي من ايدي يا حبيبي. الهنا والشفا. دوق المحشي ده كمان. مش منك اوزه من حنانك، مع ان الواحد متضايق اخر دقيقه. متضايق من ايه بس يا عبده؟ هو انت عايز تجيب روحك لتاجر بقاله 10 سنين في السوق؟ ما هو طول ما بيشتري ارخص مني انا عمري لا هنجز ولا اعرف اعمل حاجه يا عز. اي حد بيخش كار جديد لازم بيخسر في الاول، واحنا نحمد ربنا ان هي جايبه مصاريفها ومعيشانا. الكلام اللي بتقوليه ده يا عز، الكلام ده ما ياكلش ويشرب. انت بتتكلم في ايه؟ الله، ده انا اجرها احسن يا عز. اجرها والله العظيم، واشتري دماغي واقعد اكل حمام واكل كفته اقعد معاك احسن في البيت. تأجرها ده ايه؟ يعني ايه تأجرها؟ وانت مفتح وبكره تلقط الشغل بسرعه. مفتح ومعلم وقد الدنيا. اللي انا فهمته في الكام يوم اللي اشتغلتهم دول ان كل الشغل الجمله بيجي من المنصوره. منصوره؟ بس شغل شمال الشمال. مسروق يعني؟ لا مش مسروقه. في ناس بتقول ان حاجات متهربه، وفي ناس بتقول ان حاجات من الصدر وهما بيطلعوها من الجمارك بالدماغ كده يعني. واشمعنى المنصوره يعني والمينا في دمياط وبورسعيد؟ انا ايش عرفني يا عز؟ بس بالعقل كده هيطلعوا الحاجه ويبيعوها على الرصيف التاني، لازم يبعدوا شويه. يعني ليها ورق يعني ولا لا؟ ضمان في الكريتش لمده السنه، بس لا ليهم توكيل ولا دياوله. طب ما هي سالكه اهي. سالكه 100 100، بس عايزه اللي يشيل جمله يشيل بالبالة زي ما بيقولوا. ولا يهمك يا عبده، احنا نطلع على المنصوره وهناك دي حتتي ومنطقتي، الف من يدلنا. انت من المنصوره؟ والله العظيم كنت عارف انت من المنصوره. الجمال ده لازم يجي من المنصوره. بس بقى المهم نروح هناك هننجز ولا نرجع عفانا قمر عيش. عيب يا عبده، ده انت متجوز ست ب100 راجل. ركك بس تمشي معانا كده في شارع عبد العزيز وتاخد وضعك، وساعتها نجيب جمله ونورد للشارع كله. نجوى يا نجوى، تجري كده ليه؟ انت مش عايز شايفاني؟ مني ايه؟ عايز مني ايه؟ بسلم عليكي. شكرا، سلامك وصل بعد اذنك. طب ممكن نتكلم مع بعض ثانية واحدة؟ لا معلش، لا حد يشوفك معايا اعرك ولا حاجه. ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده؟ الحقيقه مش انت شفت كل حاجه بعينك؟ هتكسف انا بقى من ايه؟ طب ممكن نقعد مع بعض 5 دقايق؟ لا معلش، اصل من الواضح ان انت نسيت ان انا بنت متربيه ما بقعدش مع حد غريب. ودكتور حسام ولا دكتور هشام اللي بتقعدي معاه ده مش غريب؟ اقرب لك مني يعني؟ وانت باي حق اصلا تسالني؟ انت مالك انت؟ ليه بتتدخل في حياتي؟ طب عشان خاطري اهدي شوية، خلينا نقعد مع بعض ونتكلم عشان خاطري. هيفضل قلبي غضبان عليك لغايه ما نصلح حالك. ياما امن بالله، بقول لك واخد مطرح جنب الباترين عشان اعرف اشتغل، عشان اعرف اقف على رجلي. قول براحتك. وبعدين انا بعت للواد ده، انت جاي معاه ليه؟ انت تأمريني يا حاج. انت واد مش قاعد لوحدك؟ اه كسيب. الحمد لله، فضل ونعمة، ربنا يخلينا عبده. ما تتجوزش ليه؟ مالك؟ مالي ازاي يعني؟ انت بتضحك عليا حلتها انت التاني، في ايه ياما؟ انت مسيباني مالي وحالي وعامله لي فيها خطبه. الله، النهارده الحد يا حبيبي اجازه. لا ياما انا بشتغل كل يوم، بشتغل 24 ساعه، وانت يا عريس الهنا حصلني بسرعه وخلص مع عمو. وبعد صحيح انت بتجوز لي يالا؟ ايه يا عم في ايه؟ مفيش حاجة. والله يا حاج انا عايز اكمل نص ديني، بس الدنيا خربانه يعني زي ما انت فاهمه، وانا قاعد في اوضه بحمام مشترك، وما معيش فلوس بقى اجيب شبكه ومهر والحاجات اللي انت فاهماها دي. لا حد هيقول لك هات عفش ولا شبكه ولا مهر.
ازاي يعني؟ البت مش طالبه غير الستر. ايه؟ مش هتعرف تاكلها وتجيب لها هدمه في الشتاء وهدمه في الصيف. اعرف اجيب لها واجيب لابوها كمان، بس مين العبيطه اللي هترضى بواحد زيي؟ البت خيرات. خيرات اللي كانت متجوزه عم سيد؟ ايه؟ فكك من الحوار ده يا حاج. يا بس استهدى بالله واشتري مين؟ لا اله الا الله. هو عمك سيد ده كان له في الجواز ولا في غيره؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا واد خلي الطبق مستور بقى، مش هنجيب سيره الناس ونلبس ذنوب على الصبح. ولا هو كان متجوزها ليه يعني؟ بيعطف عليها يا واد. طب ورحمه امي كان بيعملها زي بنته ومش هيزعل منه. بس يعني ما تقعدش تبسبس بقى يا ابن اعتماد. يلا اتكل على الله، شوف اللي وراك ايه. انت معدي كده خد لك بصه بس بادب، بلاش العين الباكسه دي. انا حصل قبول يبقى ارجع لي وانا فطوك. ده داخل ماتش كوره، ما يلا. اهو بشوف اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ما قدرتش. حاولت ابعدك عن تفكيري بكل الطرق الممكنه وللاسف ما عرفتش. مسكين يا حرام. ده طبعا علشان انا سبتك علشان غلطه عملتها بحسن نيه وما اديتلكش حتى فرصه تدافع عن نفسك. احنا الاتنين غلطنا، بس مش هو ده المهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ مشاعرك وبس، مش كده؟ انت ما فكرتش الفتره اللي فاتت دي عدت عليا ازاي؟ طبعا لا. انا جابولي بدل عروسه 10، ما حسيتش نفسي مع ولا واحده فيهم. والنتيجه ايه؟ جايبني دلوقتي مقعدني قدامك علشان تفضفض بكلمتين وتريح بيهم نفسك، مش كده؟ اكيد لا. امال ايه؟ ما تجيب من الاخر يا امير، انت عايز ايه؟ انا من مريض، من ناحيه مش قادر ابعد عنك، ومن ناحيه تانية ارتباطنا بقى شيء في منتهى الصعوبه. ولما هو مفيش اي حاجه اتغيرت في الوضع اللي احنا كنا فيه، جايبني دلوقتي ليه؟ بتعمل فيا كده ليه؟ بتفكرني ليه؟ ممكن تديني فرصه اتكلم بقى من غير ما تقاطعيني؟ اتكلم يا امير، بس لو ما عندكش اي حل يطلعنا من المشكله اللي احنا فيها دي يبقى من فضلك لا تعذبني ولا تعذب نفسك. نجوى، الحل اللي احنا بندور عليه لا يمكن يكون موجود واحنا بعاد عن بعض. مش هنحققه غير في حاله واحده بس، لازم نرجع تاني مع بعض عشان نقدر نحول حبنا ده لحقيقه. فاهمه يا نجوى؟ انت فاكر ان الكلام ده هيخيل على امك؟ بقول لك ايه، اوعى تصغرني قدامها بعد ما ضمنتك. جرى ايه يا عم السيد؟ انت ضمنتني من تحري يعني؟ سيبك من كلام امي، ده كله كلام في الفاضي. انا في دماغي 500 مشروع واكلين دماغي. برضه مهما كان لازم تراضيها. ما انا عشان ارضيها لازم اوقف حالي، مش عايزاني اشتغل مع عزه. انت عايز تفهمني يا ولا اللي بينك وبين عزه دي شغل وبس؟ من ده على ده. وبعدين انت مالك؟ انا جاي اكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه؟ يا عم ان كان على امي ما تقلقش، امي لما تشوفني مبسوط وكويس هتنبسط 24 قيراط، امي وانا عارفها. المهم انا محتاجك انت يا عم السيد. عيني يا عبد، هقف في ظهرك. الله، ايه ده؟ انت ابني يا ابني، عايز ايه بالظبط؟ اوعى تكون فاكر ان وقفتي على الفاترينا دي هي اخري وتمامي. انا طموحي ملوش اخر. ربنا يرزقك من واسع ان شاء الله. يرزقنا احنا الاثنين مع بعض. انت كمان تسيبك من موضوع المقاولات والرمل والزلط والمناحيه مع العمال، ويوم تشتغل و10 لا، وتروق نفسك. ولا عبد الله، انت عايز توصل لايه بالظبط؟ عايزك تقف معايا على الفاترينا وتدورها، وتسيبني انا حر طليق الف في السوق واقلبه. طب ورضا؟ رضا ماله؟ الحق اتقال، الواد بيفهم في محمول كويس، بس معاملته مع الزباين جاموسه بقرنين، ما بيفهمش حاجه، غشيم. عايزك انت بقى تقف تاخد الزبون على حجره وتريحه. لا معلش، انا قلبي مش مطمن للموال ده. بقول لك ايه، سيبني افكر. يابا فكر براحتك، على اقل من مالك. بس يلزمني تقف مطرح يومين 2 بالعدد. دي انت رايح فين؟ طالع المنصوره اجيب شويه بضاعه وارجع على السريع. ماشي يا سعد الله، حاضر هقف، بس يكون في علمك لو ما ارتحتش او ما عجبنيش الوضع هخلع. أنا قلت هتختفي شهر بعد علقة ماكو
قصدي لا، ده انا جامدة قوي. طب ايه، هشوفك امتى؟ جامدة قوي، هشوفك امتى؟ معلش يا رنا، انا مش فاضي خالص اليومين دول. يا حمزة في ايه؟ انت هتتقل عليا ولا ايه؟ والله لا، لا، بس انا طب خلاص، هكلمك بكرة ونظبط عادي. اوكي. لازم امشي، معلش يا رنا، عندي شغل مهم لازم اخلصه. عينيك اتمققت من القعده على الموكوس ده. سيبه شويه وتعالى كل لقمه. ايه ده ياما؟ ما انا لسه واكل. هو انت بتزغطي ده كربط ولا ايه؟ وبعدين ياما بقى انا مش عايز اتعبك بصراحه. يا اخويا تعبك راحه. انا ببقى مبسوطه قوي ومنشكحه على الاخر لما بخدمك كده ولا بعمل لك حاجتك. ربنا يخليكي ليا يا عسليه. ويخليك وينصفك يا رب زي ما نصفتني يوم ما جبت البت الموزه بطعمه دي البيضه وجيتولي الكشك. اه ياما، انت لسه فاكره؟ ده حقك ياما. لا، ده اكتر من حق. بنت مين انا يعني في مصر عشان ربنا يديني واد مسمسم وطعم زيك كده؟ ما تيجي في حضني شويه، بقالي كتير ما حضنتكش. يا بركه بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. خلاص ياما بقى، انت بتأفوري ليه؟ مالك النهارده في ايه؟ عارف يا حمزه، من يوم ما خلفتك كنت لسه حته بتاع صغنن كده بشيلك على كف ايدي. كان لك حته زياده كده في قلبي. ساعات كنت احس كده ان انا عايزه احطك في عيني يا عيني واتكحل عليك. ربنا يخليك ياما. بس عمري ما حسيت انا بحبك قد ايه زي الليله اللي جبت لي فيها البت الموزه البيضه الطعمه دي وجيتولي الكشك. رانيا؟ هي طعمه فعلا ياما. مين دي؟ ما انا قلت لك ياما، دي رانيا زميلتي في الجامعه. يخرب بيت التلخيص. خش في التفاصيل، بحب الرغي واللت انا. احكي لي يعني، تخصك قوي لدرجه انك تجيبها وتجيلي؟ عارف يا حمزه، لو كانت البت اختك نجوى هي اللي مكانك، يمين بالله لا كانت جابت سيرتي ولا سيرتك ولا سيره اخوك عبد الله ولا قالت كلمه عن اصلها ولا فصلها. ايه الحكايه ملخبطه قوي كده؟ الحكايه تتلخبط ياما لو ابتدت، بس طالما لسه على البر يبقى خلاص مفيش لخبطه. عمري ما فهمت دماغك يا حمزه. الحمد لله، كل شيء نصيب. وان شاء الله يعني ربنا هيعوضني باللي احسن منها، ولو اني مفيش احسن منها بصراحه. سلامتك من التنهيد يا ابني. خش يا وز، خش برجلك اليمين وخش عليا، خش نلعب تحت الدش. خش عليا، خش. الصلاة على النبي يا وز، أحلى مصلحة. والله طبعا يا اسطى، المنصوره دايما منصوره وما يجيبها الا ستاتها. أبصم لك بالعشرة. السعر اللي احنا خدنا بيه ده هيخلينا ناكل أحلى لقمة عيش في التاريخ. عشان تعرف ان انا طول عمري وشي حلو على الناس. حلو بس ده قمر 14. تعرف يا عبدو، اول مره الليله دي يعني كده احس ان احنا متجوزين. ليه بقى كفرنا الشر؟ يعني ما بنبقى في مصر بحس ان انت وانت نايم في حضني امك ممكن تيجي تخطفك مني في اي لحظه. ايوه يا عزه، لازمتها ايه السيره دي دلوقتي؟ احنا مش خلصنا من الموضوع ده؟ ولو برضه ببقى خايف، نفسي الدنيا كلها تعرف ومحدش يبقى له عندي حاجه. انا مش عارف انت مستعجله ليه يا وز؟ قدامنا العمر ياما. ادينا مستنيين اهو، بنشتغل بايدينا واسناننا. بكره امك لما تعرف ان انت حالك اتصلح واتبدل وتعرف ان قد ايه بحبك وبغير عليك هتغير رايها.
شاء الله تكون بس بتعمل لك شويه جو كده، خلينا نعمل دماغ قبل ما ننام. يلا يا ماشي. باشا. ماشي خدامتك. حبيبتي. الله، مين بيتكلم مين دلوقتي؟ السعيد بقى اللي بيرن دلوقتي في الساعات دي؟ عارف. هو انا ماليش بخت؟ اصبري بس، ده حسن باشا منصور. صمت يا عزه. الو. ايوه يا سعاده الباشا. قلت لك انا جربته. الولد ده عمل لي خدمه في منتهى الخطوره وما رضيش ياخد مني ولا تعريفه. على ضمانتك يا حسن. شغال وانت مطمن. انا عاشرته جوه السجن وبره السجن. الولد ده امين، عايز ياكل عيش. يعني لو عايز تعتمد على راجل بصحيح يبقى عبده عسليه. ادخل. عبد الله رمضان يا حسن بيه. خليه يدخل. الباشا الكبير بتاعنا، صباح الفل. حامد بيه، اهلا وسهلا. اهلا يا عبد. ده الحبايب كلها متجمعين. ده عبد. ده يحصل لي الشرف سعاده الباشا، انا كل يوم يعني اشوف الباشا. الكلام على ايه؟ كلام ايه؟ الله. ما انت كلمتني في التليفون وما قلتليش على حاجه، بس بدل حامد بيه موجود يبقى الموضوع في ايدي. مش قلت لك بيفهمها وهي طايره. بس على فكره يا عبد، الموضوع ده مش سهل، ده عايز رجاله. سيادتك انا رقبتي سداده، اسال حسن باشا منصور. بس انا عايزك بقى قبل ما تتكلم تفتكر اللحظه اللي انت فيها دلوقتي كويس قوي. عبده، لو مشيت بما يرضي الله مع حامد باشا حياتك كلها تتغير، هتطلع سابع سما. ولو لعبت بديلك يا حلو هضيع حياتك وادفنك في سابع ارض. سعادتك قلب زي الحديد. هو الكلام على ايه؟ موافق طبعا، وانا ورايا ايه يعني؟ غريب، يعني المره اللي فاتت قعدت تنظر لي وتقول لي الدكتوره لو اتباعت بفلوس البلد هتخرب. لا طبعا يا يحيى، دي غير دي رساله عن تنسيق الحدائق، يعني ادفع فيها فلوس عشان اشارك فيها ولا حتى اقراها؟ وبعدين انا كده كده هستفاد. انا برضو اول ما عرفت قلت جالك جري. سبحان الله، متفصله لك. ثانيه واحده. واخلع انا. ماشي. الو. ايه يا حمزه، انا هقعد اتحايل عليك عشان اشوفك؟ ما انا لسه ما فضيتش يا رانيا. انت من ساعه ما عرفتني على مامتك وانت متغير. انت ممكن اعرف انت عملت كده ليه اصلا؟ ما ترد عليا. ما انت عارفه الاجابه كويس. مفيش داعي نفتح مواضيع تتعبنا احنا الاثنين. طب حمزه، احنا لازم نتقابل ونتكلم بصراحه. تفتكر الكلام هيريحنا ولا هيحل حاجه؟ رانيا، علاقتنا وصلت لمرحله فيها خطوره عليكي، اكتر من كده هتقلب بغم. ما هو مش معقوله يا حمزه نبقى مع بعض كل ده وتسيبني من غير اي سبب. انا ليا حق عليك. I don't deserve this from you بجد. والله العظيم انا عارف ان ليك حق عليا، بس انا واخد قرار صعب شويه ومش هقدر اواجهك دلوقتي. معلش، يا ريت تصبري عليا شويه. انت حر بقى، انا مش هكلمك تاني. شغلانه ايه يا عزه؟ شغلانه لوز اللوز، هم اللي بيعملوا المزاد وهم اللي بيدوروا. مزادات ايه دي يا عبد؟ محلات واراضي وشقق. ياغمه يا عزه ياغمه. وبيلعبوها ازاي دي بقى؟ ولا حاجه ولاد الهرم، بيكتموا على المزاد لغايه اخر لحظه ويعلنوا عنه عشان ما فيش حد من المعلمين ولا الناس التقال يعرفوا يدخلوا فيه. بيفسحوا لك السكه يعني. الله ينور عليك وعلى اللي جابوكي. يدخل بقى عبده باشا بالبدله بتاعته ياخد ابو 10 ب5، والفرق بيتقسم علينا كلنا بالتساوي. ده ايه الحلاوه دي يا عبده؟ بيني وبينك اول مره ترشق معايا صح، اول مره اعرف خرم الابره منين يا عزه. مش عارف، مش احنا اتفقنا يا اخويا بلاش بقى ماشي الشمال ده؟ ومين جاب سيره الشمال؟ مفيش شمال ولا حاجه، ده شمال مع البشوات، شمال تحت رعايه الدوله، شمال قانوني يا وزه. لا يا اخويا انا قلبي مش مطمن. يا سبحان الله. طب اشمعنى مشوار المنصوره بقى كان على قلبك زي العسل؟ اهو يا اخويا يعني غش تجاري ولا اي تهمه كده ملهاش لازمه، انما دي بقى حبستها تقطم الوسط. يا ساتر يا رب. جرالك عزه، انا اتلطيت قبل كده وافهم في الحاجات دي كويس. البشوات هيمدوا لي على ورق الاول، يعني انا لو حصل لي حاجه هم اتحبسوا قبليه. من الاخر احنا في زنقه مع بعض، لا انا اقدر اعمل معاهم حاجه ولا هم يقدروا يسلموني باليد. طب افرض بقى اتقفشتوا كلكم واتحبستوا؟ بالذمه ده كلام؟ بتفوقوني في وشي كده على طول، حبس حبس. ان شاء الله مش هيحصل حاجه ونعمل قرشين زي الفل. انا بخاف عليك يا عبد وما اقدرش ابعد عنك ابدا. قولي بس يا رب،
وبدل ما احنا بنلعب في كام الف كده ندخل على 6 اصفار، المليون يا وز. هتدفع كام يعني؟ ولا تعريفه، المزاد مزاده والفلوس فلوسه. يعني زهرات يا مناجي عقبال ما اروح واجي يا بنت، ده انا حمده عسليه مش تلميذ يعني. 50,000 جنيه ازاي يا جماعة؟ لسه بدري، شدوا حيلكوا شوية. 55,000 جنيه. 55,000 جنيه. 60,000 جنيه. 60,000 جنيه. 70,000 جنيه. 70,000 جنيه. 75,000 جنيه. 75,000 جنيه. 80,000 جنيه. كده المزاد هيتلغي، الحد الأدنى بتاعنا 90,000 جنيه. يا باشا انا مش هخرج من ايدك. 90,000 جنيه. 90,000 جنيه. 91,000 جنيه. 91,000 جنيه. 92,000 جنيه. 92,000 جنيه. 94,000 جنيه. 97,000 جنيه. 97,000 جنيه. 100,000 جنيه. 100,000 جنيه. 100,000 جنيه عند الأستاذ. حد قال حاجة؟ حد يزود؟ ألا أونة، ألا دول، ألا تريد. ألف مبروك يا أستاذ. الله يبارك فيك يا باشا. الله يبارك فيك. ألف شكر. مالك شكلك متضايق كده؟ في حد عندك من الولاد تعبان ولا حاجه؟ لا لا، كلهم بخير والحمد لله. اطمن. الحمد لله. امال في ايه يا حاج؟ طبعا انا عارف ان ظروفك صعبه اليومين دول، وان الحكايه مش ناقصه، بس والله ما نويت اعمل كده الا للشديد القوي. تعمل ايه يا حاج؟ انا هبيع المشتل يا ابني. تبيع المشتل؟ بس انت عارف ومتاكد اني بحب الشغلانه وبحب المكان هنا قد ايه، لكن الولاد برضه عندهم حق. الارض تجيب ملايين، هو الدكتور ابني عايز يفتح عياده، واخوه المهندس عايز له مكتب في حته كويسه. ده غير ان البنات كبرت عايزه جهاز ومحتاجه مصاريف. ده غير ان انا بقى كبرت، صحتي ما بقتش زي الاول، ومن حقي اني استريح في اواخر ايامي يا حمزه. حقك يا حاج، ما تحملش هم. وبعدين انت ياما ساعدتني، ما تخافش عليا، هعرف اتصرف. بس انا برضو ما نسيتكش يا حمزه. ما تشغلش بالك بيا يا حاج، ولادك اولى. ولادي ايه وانت ايه يا ابني؟ ده انت اخري العنقود يا حمزه، على راي ابوك الله يرحمه. الله يرحمه يا حاج. وبعدين بقى ربك كريم سبحانه وتعالى، بيقطع من هنا ويوصل من هنا. انا بقى ما وافقتش ولا مشيت البيعه الا بعد ما ضمنت لك شغلانه تانية وفلوسها اكتر من هنا كمان. شغلانه فين دي يا حاج؟ في قريه سياحيه في العين السخنه، عندهم مشتل صغير، هتروح تتابع الجناين هناك مع المهندس اللي موجود. والله انا مش عارف اقول لك ايه يا حاج. وادي راتب شهر تمشي بيه امورك لحد ما تستلم، ولو عوزت حاجه هتلاقيني في الحضر. والله انا مش عارف اقول لك ايه يا حاج. على الاقل تيجي تطمن وتسال على عمك الشيخ ابراهيم، ولا ايه يا حمزه؟ ربنا يديك الصحه يا حاج. صلي على النبي في سر. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. مش قلت لك؟ ايه ده؟ يطلعوا كام دول؟ يطلعوا زي ما يطلعوا بالبركه كده. بعدين لسه شفنا حاجه وزه. يا سلام. انت عارف المحل اللي اتباع ب 100,000 جنيه ده على الاقل يساوي ربع مليون. ولاد الحرامية اشتغلوني يا وز. طب وانت ساكت ليه؟ ما تقول لهم. اصبري على الرز رشيد. الاول نفهم اللعبه ماشيه ازاي ونعرف ايه خباياها، وبعدين نشوف ان كنا نطلب علاوه ولا انا وانت نلعبها من بره ونشتغل الحساب. عندك حق، هي فلوسه جات لنا من عند ربنا وخلاص. يبقى صلي على النبي كده بقى وتحط الفلوس دي في الخزنه كده زي ما هم وما تمديش ايدك عليهم الا انا عند الضروره. هتشيل فلوسك عندي يا عبد؟ طبعا اشيلهم عندي، ده يزيد يا وز. انت ناس اللي احنا شركاء ومتجوزين. بس انا ما عملتش حاجه في الشغلانه دي. يا سبحان الله، هو انا يعني كنت عملت حاجه في الباترينا ولا الفلوس اللي جبنا بيها البضاعه للباترينا؟ جرى يا وز، يا بنت ده انت الخزنه وانت المعلمه، يا بنت ده انت الحب وانت الموت. يوه انت قايم رايح على فين؟ رايح لامي، ما احنا اتفقنا اكون فاضي اقعد معاكي، عندي مصالح اروح لامي. اشمعنى الليله دي يا عبد والنبي تخليك قاعد معايا؟ معلش يا وز، ده انا عهدي واخده على نفسي، لما ربنا يرزقني لازم احل بق امي وبق اخواتي عشان ربنا يكرمنا. ماشي يا عبد. ماشي يا وز، مع ان القميص ده مأثر فيا قوي. بقى تصبح على خير. مش قلتلك يا نوجة هيلف يلف ويرجع لك راكع على ركبه
اصل امك نظرتها ما تقعش الارض ابدا، واللي يحب يا حبيبتي عمره ما يبيع. بس تفتكري يا ماما هو هيقدر يقف قدام اهله عشاني؟ ما هو الموضوع مش هيخلص غير كده. والله يا نجوى بقى ما اعرفش يا اختي الكره في ملعبه، ولو ان قلبي بيقول لي انه لا، ما اظنيش هيعمل كده ويقف قصاد اهله. امال فرحتي قوي كده ليه اول ما قلت لك يا ماما؟ كرامتك اتردت لك يا خايبه. كرامتي بس يعني؟ مش انتي لسه بتقولي ان اللي بيحب ما بيبيعش؟ ما هو ما باعش ولا اشترى لسه، هو قال لك انه هيتقدم رسمي. انا هتجنن، انا مش عارفه اعمل ايه. ما هو الوضع اللي احنا فيه ده يا ماما لازم يتغير. يتغير ازاي يعني؟ يعني نشوف لنا شقه في حته عدله شويه، نشوف لنا صرفه في موضوع الكشك. نعم 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 نعم. قصدك ايه يا روح امك؟ اجريه او حتى بيعيه ودي فلوس العبد يشغلها لك في السوق ويطلع لك كل اول شهر قرشين تعيشي منهم ويكفوكي وزياده. يا اختي بالراحه علينا، انت عايزه تغيري لنا حياتنا كلها عشان سمو الامير بتاعك؟ وانت خسرانه ايه؟ ما هو عبد اهو يا ماما بسم الله ما شاء الله عليه، وحمزه وبيشتغل وانا وخلاص وهتجوز. ليه يا ماما ماسكه في الفقر ومثبته ليه؟ ليه يا ماما عايزه تدفنيني معاكي في الاوضه اللي فوق السطوح دي لاخر يوم في عمري؟ ليه يا ماما؟ انا يا نجوى عايزه ادفنك هنا؟ انسي بقى يا ماما العيشه اللي احنا عايشينها دي. احنا نقدر نقب على وش الدنيا ونشم نفسنا، والكشك ده نرميه في 60 داهيه ونعمل لنا منظر وقيمه بقى قدام الناس. كفايه قله قيمه بقى يا ماما، كفايه. ماما صوتك يوطى وانت بتكلم امك يا نجوى. معلش يا اخويا معلش. والله ما قالي يا عبد، والله ما قالي، ده انا كنت بتكلم معاه. انا سامع الكلام من بره يا اما. عريس مين يا بنت اللي متقدم لك؟ ده يا اخويا ده انت يا بنت قابلتيه؟ لا. خرجت معاه؟ لا. ماسك يا بنت عسليه؟ لا ده زميلها في الجامعه يا اخويا، عمرها ما خرجت معاه بره الجامعه، ده امير بيه ده فله. امير مين يا اما؟ انا عايز اعرف الموضوع ده من طاقه اللي سلام عليك. انطقي يا اخويا يا بنت، انطقي يا بنت. يا عبد مش كده. استنى يا اخويا. طمني يا دكتور، ده انا قاعده مستنياك بره بقالي 3 ساعات. يا مدام انا شايف انك مش لازم تقلقي خالص، الحلقه قدامي زي الفل. يعني هقدر اخلف يا دكتور؟ اصل انا يعني اسمع ان الواحده لما تكون اول ولاده ليها وتكون بعد ال30 بعد ال35 يعني بيحصل يعني مشاكل كده ليها وللعيل اللي في بطنها. هو انا شايف يا مدام ان في السن ده يستحسن ما يحصلش حمل. يا لهوي مال السن ده يعني مش هخلف؟ لا يا مدام، ده حتى في بلاد بره ناس خلفت بعد سن ال50. واحنا مالنا يا دكتور؟ ده احنا لسه ما جبناش ل40. يعني هنخلف ان شاء الله. ربنا يطمنك يا دكتور. شوف يا مدام، مفيش واحده ست زي التانيه ومفيش حاله زي التانيه. اهم حاجه طول ما الامور مستقره اثناء الحمل ومفيش خطوره عليكي ولا على الجنين يبقى مفيش مشكله. يعني اتوكل على الله وشيل اللولب. مفيش مشكله، لو تحبي نشيله. شيله يا اخويا شيله. وبعد كده قال لي يعني انه هيجي يتقدم لي تاني. يعني انت عايزه تفهميني الواد ده بعد ما جه شافنا وشاف الفيلم من اوله لاخره عايز يطلب ايدك تاني يا نجوى؟ بس وحياتك انت يا اخويا ولا ردت عليه ولا بلت ريقه بكلمه، ده سابته ومشي دغري. طبعا يا عسليه، ما انت عارفه كل حاجه. انا بقى طرطور ما اعرفش اي حاجه. الله، بعد الشر عليك يا حبيبي، ليه كده؟ بس اختك ما عملتش حاجه غلط يعني عشان اشتكي لك، ده كان كده كلام نسوان بيني وبينها. انت بتنحشر ليه؟ يا سبحان الله، مش هي دي يا اما نجوى اللي كنت بتتخانقي معاها كنت عايز تاكلي مصارينها؟ ايه بنتي حبيبتي، ده كان كلام كده بيني وبينها وكنا بنتخانق على حاجه تانية. ايوه يا عبدو، وبعدين وانا اتجرأ ابدا اتخانق مع ماما؟ ما ينفعش طبعا. انا بس من خنقتي يعني عشان حاسه ان انت مش واخده حقك، صح؟ ايوه صح يا عبدو. يعني انا ايه يعني عن زمايلي اللي معايا في الجامعه؟ ده انا اشطر منهم واحلى منهم وكلنا طفحنا الدم عشان نبقى حاجه. ليه بعد ده كله هم يجيلهم احسن جوازات ويعيشوا احسن عيشه وانا ما اطولش اي حاجه من الحاجات دي؟ ليه يعني؟ هتطولي يا نجوى، هتطولي وهتتجوزي اللي انت عايزاه وهتاخدي حقك من الدنيا دي تالت ومتلت. بجد والنبي؟ يعني انت مش زعلان مني يا عبدو؟ ازعل منك ايه يا عبيطه؟ انت بنت زي كل البنات يا بنت. انت تشكري اللي انت عملت لنا حساب وعملت لاخوك اعتبار. انت عارفه يا اما البنات الايام ديت بتعمل حاجات تشيب الراس. ربنا يخليك ليا يا عبدو، ربنا يخليك ليا يا اخويا، ما تحرمني منك ابدا. ويخليك ليا يا حبيبه اخوك. بنت معاها حق، احنا لازم نتطور يا اما، نبص لقدام شويه. صلاة النبي احسن. يعني خلاص اتفقتوا عليا؟ معاش ولا كان يتفق عليك يا عسليه؟ ده كلام. يعني احنا يا ماما بعد اللي شفناه ده كله ما نستحقش ان احنا نعيش في حته احسن من اللي احنا عايشين فيها دي؟ ما تستحقيش انك ترتاحي يا ماما شويه بقى؟ هو انا اشتكيت؟ انا مرتاحه ومش هغير مطرحي،
ولا هبيع الكشك اللي صرف علينا واكلنا طول عمرنا. يا ماما الكشك ده بس لازم. يا بنت ياما، هو حد جاب سيره الكشك؟ حد جاب سيره الكشك؟ بس احنا بنصلي على النبي بس نغير عتب. وهتجيب ان شاء الله تمنها منين العتبه الجديده؟ ولا ناوي تحط كل رسمالك بقى في تمليك ونغني احنا ظلموه؟ والايجار ماله؟ الايجار الجديد حلو قوي ياما، ايجار في الشهر 500 600 فل. ايوه والنبي يا عبده، ولا هفش معاك والنبي يا عبده والنبي. ايه ده نجم؟ احنا نجيب صالون، نجيب صالون في الاول، نحطه في الصاله كده يبقى واجهه لينا حلوه، ونقضي الباقي كله الاوض والحاجات بالكراكيب اللي عندنا. ايه ده؟ انتوا بتخطرفوا بتقولوا ايه؟ كلامه صح يا ماما. صح يا اختي صح. ايوه يا ماما، هو الضيف هيشوف ايه غير الصالون؟ وبعدين يعني هو مين يتجرأ اصلا ويدخل يفتش جوه الاوض يعني؟ ما يجروش، كبيره ايه ياما، لو اتحصر هيطلب طورة الميه، ده اخره. ايوه يعني هو صالون ودورة ميه بس اخره. بالظبط كده. اه بس انت اسمعي كلام اخوكي بقى، ها؟ انت تصبروا عليا شويه كده لغايه ما اجهز، وبعدين تعزميه، قولوا تعالى قابل اخويا الكبير، وربنا يقدرني ويسترك واعمل معاك الصح يا نوجه. ربنا يخليك ليا يا عبده ويحرمني منك ابدا يا رب. حبيبي يا عبده، الله يخليك ليا يا رب. اللي اوله شرط اخره نور، الخطوبه تبقى سنه سنتين عقبال ما اجهز. مخيبي جايبه لنا ايه؟ وكيل نيابه يا حبيبي. وابوه مستشار. شكلنا هنعد جامد قوي في الجهاز. ربنا يقدرني واعمل لك شوار ما حصلش في المنطقه كلها، وهيبقى على قلبي زي العسل. حبيبه اخوك يا نوجه. ربنا يخليكم لبعض يا حبيبي. يا من صبرت على الأذى بشراك، والصبر مفتاح الجنان هناك، هو منحة الباري وفيض عطائه، نعم العطاء، نعم العطاء ونعم من أعطاك، فبه ستبلغ ما تريد وتهتدي، وتنال بالصبر الجميل مناك. قد بشر الرحمن في قرآنه بالروح والريحان في أخراك، فاصبر واغفر ولا تكن ممن تعجل، فالكريم دعاك. حمزة، قبل ما تسأل كلمت أختك وعرفت أنت فين. وجيت المشوار ده كله؟ متتغيرش قوي في نفسك كده، أنا هنا كل ويكند. دي عنادية قوي. كويس إنك عارف. يلا قدامي، اوعي تقولي إنك وراك حاجة. انت بتتكلم بجد يا امير؟ اخيرا لقيت عروسه وهتتجوز؟ الحمد لله يا بابا. طب امال يا ابني جايبني في الاوضه وعايز تقفل الباب؟ قوم 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 نقول لوالدتك نفرحها، اقل ما فيها نخلص من زنها في موضوع الجواز ده. اهدى بس يا بابا، استنى. في موضوع عايز افتحك فيه الاول. انا خايف ان ماما تعترض. هتعترض على ايه؟ دي ما هتصدق يا ابني. افتكر حضرتك لازم تعرف مين العروسه وظروف اهلها قبل ما فتح معاهم في الموضوع. في مسافات الواحد لما بيعديها بيتوه وما بيعرفش يرجع. عشان كده عرفتني على والدتك.